هنتكلم النهارده عن العربية اللي عملت نقطة تحول في تاريخ صناعة العربيات خدت كارو في زاير سنة 1970 وهي الفيات 128. 128 بدأ تصنيعها سنة 1969 وقبل ال 128 تقريبا كان كل العربيات دفع خلفي باستثناء عربيات قليلة جدا من رينو وستيروين، بس ما نجحتش بسبب ان هي كانت عربيات معقده جدا في الميكانيكا بتاعتها فما نجحتش في السوق لحد ما جت ال 128 وكانت اول عربيه جر امامي ناجحه في الاسواق، ومن اول العربيات اللي عملت مواتير بكامه علويه واحده والموتور بتاعها كان 1100 سي سي 55 حصان. ال 128 من اكتر العربيات اللي نجحت في مصر وتم التفاوض ما بين فيات ونصر لانتاج العربيه الفيات ال 128 سنه 1971، وفعلا نزلت السوق باسم نصر سنه 1972 وفضلت مبيعاتها قليله وقتها بسبب ظروف الحرب والمشاكل اللي كانت في مصر، وبدات تزيد مبيعاتها في سنه 1973 بعد انتهاء الحرب لدرجه ان وصل سعرها من 4000 جنيه لحد 18000 جنيه